بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم شاركت معكم وصفة التشارك مسكر. أول حاجة نديروها ناخذ ريسيبيون نحط فيها 3 كيلات نتاع الفرينة، مغرف سكر كلاص، مغرف صغيرة لافاني، مغرف صغيرة خميرة كيميائية، قرصة بين الأصابع ملح. نخلط النواشف مع بعض. ناخذ كيلة نتاع السمن ذايبة ناقصة صبع، نعمرها بالزيت ولازم تكون باردة، ونضيفها على الخليط نتاعي تاع الفرينة ونبسس مليح بين يديا بحيث تدخل الفرينة مليح في السمن. نضيف لها كيلة نتاع ماء مخلط مع ماء الزهر ونضيفها بالتدريج حتى نتحصل على عجينة طرية جدا كما راكم تشوفوا. انا الكيلة تاع الماء والماء الزهر كملتها كاملة. نشكلها على شكل كريات وزنها 30 غرام، نحطها في صحن ونغلفها بالبابي فيلم ونخليها ترتاح جانبا مدة 30 دقيقة. من جهة أخرى نحضر الحشو. نأخذ صحن نضع فيه 3 كيلات كاوكاو محمص ومرحي رقيق كيما الطعام مويا، نزيد لهم كيلة سكر عادي، نزيد معاها مغرف تاع لافاني، نزيد لهم مغرف صغيره تاع الزبده، نخلطهم مليح، نسي ندخلها مليح في الكاوكاو تاعي، نشمخهم بالزهر حتى نتحصل على عجينه تكون طريه. نبقى نعجن فيها حتى يذوب لي السكر هذاك، نحسو بلي ذاب بين يديا، ونخليها ترتاح حوالي 20 دقيقه. ثم نشكلها على شكل كريات صغار وزنها 10 غرام، نشكلها على شكل أصابع ونخليها ترتاح. نروح للعجينة تاعي، ناخذ كرية منها نحلها بالحلال على بابي فيلم، نحط فيها الحشو، نلفها بهذه الطريقة على شكل هلال ونغلقها مليح بيديا باش ما تخرجليش الحشوة. نكمل كاع الحبات نتاعي ثم نحطهم على بابي كويسون وندخلهم في الفرن مسخن 15 دقيقة من قبل على درجة 180 درجة، ونخليهم يطيبوا من تحت ثم نشعلهم من الفوق، مبرهمش بزاف باش الحشو يبقى طري، جوست يصفاروا. نطفي عليهم نخليهم يبردوا تماما. ثم ناخذ كاس ماء الزهر نضيف له مغرف فارينه ومغرف سكر كلاص، نخلطهم مليح مع بعض. ثم نغطس فيهم الحبه نتاع التشارك نتاعي، ثم نشفها شويه بالبابي سيرفيات. ثم ناخذ سكر كلاص نغربلو في ريسيبيون ونحط الحبه نتاع التشارك بعد ما نكون غطستها في ماء الزهر ونشفها بالبابي سيرفيت، نحطها في السكر كلاص ونرمدها حوالي 15 دقيقة. ثم ننفض عليها سكر الزائد بهذه الطريقة ونزيد نرمدها في السكر كلاص المرة الثانية، يعني نحط 2 ريسيبيون فيهم السكر كلاص ومن بعد ننفض السكر الزائد عليه ونحطه في سنيوة ونسبودريهم بالسكر كلاص المحطوط في الصفاية بهذه الطريقة ونحطهم في الكيسات. وهذه هي النتيجة النهائية.